وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز تكون الرياضة السعودية فقدت أحد كبار داعميها، فقد عرف الأمير الراحل باهتمامه بالرياضة، والنابع من اهتمامه بجيل الشباب، والذي يمثل حوالي 60% من المجتمع في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المحافظة على هذه الفئة المهمة لبناء الوطن والسهر على أمنه واستقراره وإبعاده عن الفكر المنحرف الذي أزعج البلاد لسنوات. الأمير نايف عرف برعايته الدائمة لكل بطولات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وهو الاتحاد الذي خرج العديد من الأبطال الذي يمثلوا المنتخبات السعودية العسكرية والوطنية في محافل إقليمية ودولية عدة، وصدر العديد من الكوادر التدريبية والإدارية التي أشرفت وتشرف على المنتخبات، أمثال بطلي ألعاب القوى عبد الله الشمري وعاصم آل حزام، ولاعب كرة اليد مناف السعيد وغيرهم. ولي العهد الراحل الأمير نايف، وكأحد قيادات المملكة الذي تقلدوا العديد من المناصب والمسؤوليات، فإن رعايته للبطولات والمنافسات والمحافل الرياضية كانت كثيرة، فحتى قبل وفاته كان مهتما بالرياضة، وما رعايته لنهائي كأس ولي العهد الموسم المنصرم بين الهلال والاتفاق إلا دليل واضح وجلي لما أولاه الفقيد للرياضة السعودية. مرتضى العلوي، العربية.